يسعد أوقاتكم بقناة بيت الماما. كان اسمها قناة أم جوليا، لكن حبينا نغير. بتمنى هذا الشيء ينال إعجابكم، وبشكر دعمكم لقناتي، واللي ما عم يدعمنا وما عم يشارك معنا بتمنى يشارك معنا بهي القناة. رح أقدم لكم اليوم دجاج البروستد. رح نشوف المراحل اللي رح نمر فيها. حطينا بهي المرحلة هلأ 3 كاسات طحين، بالإضافة رح نحط عليهم البهارات. معلقة فلفل أبيض، نص معلقة هيل ناعم، نص معلقة زنجبيل ناعم، ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة خل أبيض، ملعقة كبيرة بيكنج بودر. حطينا تلتين البهارات بعد ما خلطناهم منيح. حطينا تلتين البهارات بالطحين ورح نخلط بشكل جيد. والتلت الباقي هلأ رح نشوف، رح نحطهم مع كاسين من المي، مع بيضة، ومع معلقة صغيرة من خل التفاح، ورح نحرك. طبعا نحرك منيح. طبعا هذا الدجاج اللي أنا نقعته لمدة 6 ساعات بالليمون، عصير الليمون مع القشر، مع قشر الليمون ومع الخل. نقعناهم لمدة 6 ساعات، ومع البهارات نفسها اللي حطيناها بالطحين. رح نقلي بزيت غزير مثل ما لنا شايفين. لازم ضروري جدا يكون الزيت غزير وعلى درجة حرارة تقريبا 180. قمنا معلقتين مي من الخليط اللي عملناه، ورح نخلطهم منيح مع الطحين، وهذا اللي رح يعطينا الحرشفة تبع الدجاج. رح نخلص قطعة الدجاج من المي واخدناها على طحين، وهلأ رح ناخدها على المي ورح نرجعها على طحين ونكبسها بشكل كتير منيح. نقلبها ونكبس ونقلب ونكبس لحتى تعطينا شكل حرشفة، وبناخدها على الزيت اللي قلنا درجة حرارته 180. لكن هون في ملاحظة بدنا ننتبه انه هلأ ما رح ننزل قطعة الدجاج الثانية وراها دغري، رح نستنى شوي حتى ما يبرد الزيت. وبعد ما خلص حط قطع الدجاج بالزيت، رح نزل بعد قطع بطاطا. رح يكون طعمهم كتير طيب وكتير مميز للبطاطا، وتعطينا لون وطعم. رح نقدم مع الدجاج ومع البطاطا صوص. عندي 3 ملاعق مايونيز و3 ملاعق قشطة حامضة، وسنتين توم. رح ننعمهم بشكل منيح، نحطهم فوق المزيج، بالإضافة لعصير نص ليمونة تقريبا، وشي معلقة كبيرة زيت نباتي، بالإضافة لرشة فلفل أسود، ورح ننكه المزيج بالشبت وبالحبة الأخضر. رح يطلع معنا مزيج كتير شي ظريف وشي طيب. بالإضافة للبصل الأخضر رح نعزز الطعمات. طبعا نحركهم منيح ونعزز الطعمات، وهذا المزيج كتير رح يكون مميز وطيب، وبتمنى ينال إعجابكم. وهي شكل الدجاج طلع معنا بالأخير. بتمنى ينال إعجابكم، بتمنى دعمكم للقناة، وإن شاء الله صحتين وعافية.